ازدهرت صناعة الخزف في العصر الفاطمي، ومن أشهر أنواع الخزف الفاطمي هو الخزف ذو البريق المعدني، وظهر النوع ده في القرن الثالث الهجري. وبيرجح العلماء إن يمكن سبب ظهوره هو تحريم استخدام الأواني الفضية والذهبية. وازدهرت صناعة الخزف من النوع ده ازدهار كبير جدا في العصر الفاطمي، لدرجة إن هم كانوا بيستخدموا الفنانين من العراق إلى القاهرة للنهوض بصناعة الأواني الخزفية. أما بقى المناظر المصورة عن النوع ده من الخزف كانت متنوعة جدا في العصر الفاطمي، فكتير عليها تم تصوير مناظر الشراب والحفلات، وده يرجع لأن الفاطميين كان ليهم الكثير من الاحتفالات المختلفة، فحبوا يأرخوا كتير منها على الخزف ذو البريق المعدني. ولكن بالرغم من انتشار النوع ده من الخزف، إلا أن في نهاية العصر الفاطمي اختفى تقريبا تماما، ويرجع ده لتدهور الحالة الاقتصادية في نهاية العصر الفاطمي، ولأن النوع ده بالذات من الخزف كان مرتفع السمك. وفي متحف مطار القاهرة الدولي مبنى 3 صحن من الخزف ذو البريق المعدني بيرجع للعصر الفاطمي، عليه رسمة أرنب بيجري ويتدلى من فمه ورقة نباتية. وعلى مدار 24 ساعة وفي كل يوم وفي كل وقت تقدروا تزورونا في متحف مطار القاهرة الدولي مبنى 3.